السلام عليكم عبد الرحمن. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مثال 3 مع بعض. بيقول لي يتحرك جسم ويتم تحديد موقعه باستعمال المعادلة x of t بتساوي كوزين t سكوير بلس 1 عند أي زمن t أكبر من أو يساوي الصفر على محور x. يبقى دي اسمها معادلة الموقع. معادلة الموقع تمثل الإزاحة بتاعة الجسم. عشان أوجد السرعة اللحظية لهذا الجسم عند t بتساوي 2، هي لازم أجيب المشتقة الأولى لمعادلة الحركة اللي هي الموقع. الموقع اسمه اكس تي. هجيب اكس داش تي أو اكس برايم تي اللي هي تمثل السرعة في تي. يبقى مشتقة الإزاحة تديني سرعة. مشتقة الإزاحة أو الموقع يديني سرعة. تعال نشتق بقى كده الكوزين. مشتقة الكوزين بسالب ساين، يبقى سالب ساين. هنكتب القوس اللي قدامها زي ما هو، وبعدين ندخل جوه القوس ده ونشتقه بقى. لما نيجي نشتق تي سكوير بلس 1 هتطلع ضرب 2 تي. يبقى دي اسمها السرعة اللحظية للجسم عند أي زمن. طيب هو بيقول لي اوجد السرعة اللحظية دي عند الزمن t equal to. هقوم جايب بقى v2 واشيل كل زمن واحط بداله 2، هيبقى سالب ساين. اكتب هنا بقى بين قوسين كده 2 سكوير زائد 1، وكل ده مضروب في 2 في 2. ديت معادلة الايه السرعة بعد ما عوضت بالزمن يساوي 2. ماشي كده. يلا نعوض كده. الاتنين أس 2 زائد 1 هيديني 5، يبقى سالب ساين. نكتب 5 بين قوسين، واللي يطلع نضربه في 4 اللي هي 2 في 2. هتطلع لي بالتقريب لو جينا نحسبها كده بالآلة الحاسبة. يلا نكتب سالب ساين 5، نقفل القوس، واللي يطلع نضربه في 4 هيساوي 3.8 3 5. يبقى إذن 3.8 3. الخمسة قدامها رقم كام؟ قدامها الخمسة قدامها 6. يبقى معنى كده الخمسة الايه تزيد ونخليها 6 بالتقريب. يبقى دي اسمها معادلة الموقع. لما اشتقتها بقت ايه؟ بقت معادلة سرعة او سرعة لحظية. طيب طلب السرعة بعد زمن معين، بعد ما بجيبها اعوض بقيمة السرعة عند عند t equal 2 يطلع لي المقدار اللي انت شايفه ده. ده طبعا السرعة بتبقى بمتر بايه لكل ثانية، يبقى متر بير سكند. طيب ندخل بعد مثال 3. حاول أن تحل رقم 14 في التمارين. برضو مديني معادلة تانية وقال لي اوجد السرعة اللحظية بس عند أي زمن t. لما أجي أجيب السرعة اللحظية هنا هقول له vt تساوي، هي مشتقة الدالة اللي اسمها xt. مشتقة الكوزين برضو نفس الكلام، سالب ساين، واعمل القوس بتاعها باي على 2 ناقص 3t، واخش جوه القوس ده واشتق. مشتقة الباي على 2 بصفر، ومشتقة سالب 3t بسالب 3. هو الراجل قال لي عند أي زمن t يعني مفيش قيمة للزمن، فمجرد هختصر بس. يعني هحط السالب 3 دي قدام المقدار، هضربها في سالب ساين، هتبقى موجب 3 ساين، واكتب باي على 2 ناقص 3t. ديت معادلة السرعة أو السرعة اللحظية. ديت السرعة اللحظية عند
أي زمن t. طالما ما ادكش قيمة للتي يبقى دي السرعة عند أي زمن في أي وقت يعني. نروح للسؤال أو المثال رقم 4. مثال 4 بيكلمني على إني عايز أجيب مشتقات الدوال اللي هي فيها تان. أنت ما حضرتش إن مشتقة التان ديت عبارة عن سيكانت سكوير. طيب جت منين سيكانت سكوير؟ فهناخد ملحوظة صغيرة كده، نقول إن التان بتاعتي عبارة عن ساين على كوزاين. التان اكس عبارة عن ساين اكس على كوزاين اكس. لما اجي اشتق التان، يعني اقول مشتقة التان تساوي، هتطلع خارج قسمة، خارج قسمة الساين على الكوزاين، فبسكور تحت هكتب كوزاين سكوير تحت، وبعدين اشتق فوق وتحت واعمل كروس، وبين الكروس ده هكتب سالب. طيب مشتقة الساين فوق بكوزاين، ومشتقة الكوزاين بسالب ساين. هضرب الكوزاين في الكوزاين هتديني كوزاين سكوير، وبعدين هضرب الساين في سالب ساين هتديني سالب، بقت موجب ساين سكوير. معنى كده ان كوزاين سكوير زائد ساين سكوير في البسط كلها بتعني انها بواحد. كلنا خدنا القاعدة ديت ان ساين سكوير زائد كوزاين سكوير بوان، يبقى الإجابة أصبحت واحد على كوزاين سكوير اكس، اللي هي تمثل سيكانت سكوير اكس. يبقى ديت القاعدة بتاعتك، ماشي، اللي سيادتك المفروض تروح ايه تبروزها كده بهذا البرواز. طيب تعالى بقى نحل السؤال اللي على جنب ده. أول لما أجيب مشتقة الإيه، السؤال اللي هو إيه دي مكتوبة تان 9. تان 9 يبقى هقول واي برايم تساوي مشتقة التان، لسه قايلين بسيكانت سكوير، لسه قايلين بسيكانت سكوير، يبقى نقول كده سيكانت سكوير 9 اكس. طيب واعمل ايه في التسعة اكس؟ اروح اشتقها بره، يبقى هضرب في 9. هكتبها بشكلها الحلو بقى، يبقى واي برايم تساوي 9 تيجي قدام وسيكانت سكوير وراها، سيكانت سكوير 9 اكس وراها. السؤال اللي بعده قاعدة سلسلة بس فيها تان. ليه سلسلة؟ لأن مرفوعة الأس 6. يبقى واي برايم هتساوي، هنزل 6 الأول وبعدين أنقص 6 أخليها 5، وبعدين أشتق التان بسيكانت سكوير إكس. بشتق التان بس ماليش دعوة بقى بالخمسة، خلاص. الخمسة ديت هي ناتج السيريس أو السلسلة اللي أنا عملتها، نزلت 6 وخليتها 5. المفروض ان انا مشتقش بقى تان اس حاجة، لا تان بس، تان بس مشتقتها بسيكانت سكوير زي ما خدنا. يبقى ده الحل بتاع سؤال بي. السؤال سي مديني تان وفاتح قوس، يبقى هكتب كده الواي برايم هتساوي التان بسيكانت سكوير، يبقى سيكانت سكوير نفس القوس. بعد كده اخش جوه القوس واشتق مشتقة الخمسة بصفر، ومشتقة السالب ساين هتبقى سالب كوزاين 2t. خلصت الساين واشتقتها الكوزاين، ارجع بقى اشتق 2t تطلع ب2. ألم بقى الموضوع كله كإشارات وقيم، هلاقي القيمة عندي 2 ديت والسالب دي، ماشي، هيطلعوا بره خالص، هيبقوا -2. واكتب المسألة بنفس الترتيب اللي هكتبه لك، اللي هو سيكانت سكوير 5 ماينس ساين 2t مضروبة في كوزاين
ماشي 2t، ويبقى هو ده الايه الحل النهائي لواي برايم. خلاص، ده الإجابة بتاعت مثال 4 اللي هو سي. طبعا أنا ممكن أجيب الكوزاين 2t قدام جنب الاتنين، أنت حر بقى يعني إيه، مش هتفرق أكتبها فين، بس هو ده الحل الصحيح. ندخل في بعد كده في السؤال رقم 20. حاول أن تحل. بيقول لي الواي بتساوي 12 تان 9x بلس 1. هقول له بقى يبقى واي برايم هتساوي ال12 ده عدد ثابت مضروب في التان ينزل 12، والتان مشتقتها سيكانت سكوير، وهكتب القوس بتاعها زي ما هو، وبعد ما اكتب القوس اشتق هذا القوس بره في قوس تاني كده، اسميه المشتقة بتاعة 9x ب9 ومشتقة الواحد ب0، او مضرب 9 في 12 يبقى واي داش بتساوي 9 في 12 بكام؟ 108. 2 في 9 ب18، ايوه 108. واكتب السيكانت سكوير 9x بلس 1. يبقى ده إجابة السؤال رقم 20. نروح بقى للسؤال رقم 24. بيقول لي الواي بتساوي تان 8 تان باور 8 اكس. طيب احنا لسه قايلين ان دي قاعدة سلسلة، يبقى واي برايم تساوي نزل نقص ماشي اشتق التان بسيكانت سكوير. طيب ليه ما اشتقناش الاكس؟ لان مشتقة الاكس بواحد. خلاص ماشي، يبقى هو ده اجابة السؤال رقم 24. طيب ندخل بقى على مثال رقم 5. اوجد ميل المماس لمنحنى كل دالة عند النقطة المعطاة. اول سؤال اللي هو A بيقول لي اكس سكوير ساين اكس عند اكس تساوي باي على 2. تعالى بالراحة كده نشتق السؤال ده. ده عبارة عن حاصل ضرب دالتين يا عبد الرحمن. ماشي، مشتقة الدالة الأولى هنكتبها بقلم خفيف كده اللي هو 2x، ومشتقة التانية بكوزين اكس. نرجع بقى نعمل كروس برودكت ونقول ان واي برايم هتساوي 2x مضروبة في ساين اكس زائد اكس سكوير مضروبة في كوزين اكس. دي المشتقة الايه الاولى او ميل المماس للدالة. طيب هل كده خلص السؤال؟ قال لي لا، عند النقطة المعطاة يعني عند اكس ايكوال باي على 2. هروح اعوض بالآلة الحاسبة واقول له والله الاكس باي على 2، يعني معنى هذا ان واي برايم تساوي 2 مضروبة في باي على 2 ساين باي على 2 زائد باي على 2 الكل تربيع، وهنا كوزين باي على 2. واروح امسك الآلة الحاسبة واحسب كل القيم ديت بالآلة بالراحة بعد ما اعمل الآلة ريديان. طبعا المفروض اني هكتب بالراحة كده كل حاجة في قوس، ادي 2 وافتح قوس واكتب كسر باي على 2 واطلع بره كده واقفل القوس، وبعدين ساين باي على 2 تاني، ادي 2 اطلع بره اقفل القوس، زائد افتح قوس واعمل باي على 2
ادي شيفت باي، وننزل تحت على 2 ونطلع برا نقفل القوس ونسكوره، وبعدين مضروب في كوزين باي على 2، مش كده؟ كوزين باي على 2. ادي كسر تاني، وادي شيفت باي على 2، نقفل القوس ونلاقي الإجابة طلعالي باي، الإجابة طلعالي باي. طيب يبقى هتساوي باي ديت واي برايم أو ميل المماس عند إكس تساوي باي على 2. ماشي، ده مثال رقم 5. نخش في 5B. بيقول لي واي بتساوي كوزين على 1 ماينس ساين لما إكس بتساوي باي على 3. طيب دي عملية قسمة. اتفقنا في القسمة إن إحنا نشتق فوق الأول بسالب ساين إكس، ونشتق تحت بسالب كوزين إكس، لأن مشتقة الواحد بصفر، والسالب ساين هنزل السالب والساين بكوزين. طيب نعمل بقى كروس برودكت، ونبدأ إزاي نروح على الواي برايم تساوي، ناخد شخطة كبيرة كده ونقول له 1 ماينس ساين اكس، نسكورها كلها، وبعدين نحط ماينس في النص، ونضرب المقدار الأول اللي هو 1 ماينس ساين اكس في سالب ساين. فأنا هكتب السالب ساين دي هنا اهو، سالب ساين بره كده، وبعدين هضرب كوزين في كوزين بالسالب، هتبقى سالب كوزين سكوير. طب في سالب هنا اصلا، بقت موجب كوزين سكوير اكس. يبقى لو مسحنا عشان نوسع شوية، عشان احنا ضيقنا الدنيا هنا عشان نشوفها، نعيدها تاني ونقول هنضرب السالب ساين اكس في القوس 1 ناقص ساين اكس. انت هنا مش محتاج تختصر وتفك اقواس وتتعب نفسك. امال اعمل ايه؟ قال لي هعوض على طول باكس ايكوال باي على ايه؟ على 3. اكس ايكوال باي على 3. وممكن اختصر لو انا حاسس انها ممكن ايه تتبسط. تعال نجرب كده يمكن تتبسط. ادي سالب ساين اكس في 1 بسالب ساين اكس، وسالب في سالب بموجب ساين سكوير اكس، زائد كوزين سكوير اكس على 1 ناقص ساين اكس اول سكوير. لو خدت بالك انا اختصرت لاني شميت ريحة ساين سكوير بلس كوزين سكوير، كل دي بواحد. يبقى اصبحت الواي برايم بتاعتي هتساوي فوق مكتوب 1 ومعاها سالب ساين، يبقى دي سالب ساين اكس زائد 1 على 1 ناقص ساين اكس، ماشي كده، باور 2. بص فوق عشان هتفاجأ دلوقتي بالحل. اللي فوق زي اللي تحت، بس انا لو عكست كتبت الواحد الاول وبعدين سالب ساين اكس، وهنا 1 سالب ساين اكس تربيع. لما اجي اقسم البسط على المقام يا عبد الرحمن، هيروح الواحد ناقص ساين اكس مع التربيع، هيتبقى فوق 1 وتحت قوس 1 بس، لان تحت قوسين زي بعض، 1 ناقص ساين اكس هو اللي هيتبقى لي. يبقى انا كده بسطت المسألة عشان ما اقعدش اتعب نفسي بالآلة واقعد اكتب وافتح اقواس واقفل اقواس. فانا شميت ريحة انها هتختصر. تعالى بقى نعوض بالآلة الحاسبة على ان اكس باي على 3. يبقى هنكتب فوق 1 ونمسك كده المسألة، نكتب 1 ناقص ساين
باي على 3 بس كده. وادي الآلة الحاسبة اهي. نمسك الآلة الحاسبة ونعمل كده كسر، ونقول 1 فوق وننزل تحت، نكتب A1 ناقص ساين، نفتح القوس ونكتب كسر جواه باي على 3، ونطلع نقفل القوس، نلاقي الإجابة تطلع 4 زائد 2 جذر 3 أو 7.46. فأنت تكتب الإجابة اللي أنت شايفها في الآلة أفضل. أدي 4 زائد 2 جذر 3 أو تساوي 7.46، لأن الواحد مش هيزود الأربعة بالتقريب. ده حل السؤال اللي هو بي. نروح بقى للسؤال رقم 30 اللي هو بيقول y بتساوي tan x عند x equal 0. يلا يا معلم كده مليني بقى ما هي مشتقة التان. ايوه سيكانت سكوير x. خلصت المسألة؟ خلصت. هو السؤال كده، عوض بإكس بصفر هيبقى y برايم تساوي ساين سيكانت سكوير صفر. السؤال ده عشان اكتبه في الآلة الحاسبة صعب ان انت تكتبه بالشكل اللي انت شايفه ده. طب امال اكتب ايه؟ الآلة مفيهاش الا ساين وكوزاين وتان. فانت عندك معلومة بتقول ان السيكانت سكوير او السيكانت لوحدها عبارة عن 1 على كوزاين. يبقى السيكانت سكوير 1 على كوزاين سكوير. يبقى لما اجي احسب الميل بتاعي ده اللي اسمه واي برايم هكتبه كده بالشكل ده: 1 على كوزاين صفر سكوير، لان قلنا كوزاين سكوير فهخلي السكوير بره عشان الآلة تشوفها، لان الآلة برضو ما بتكتبش كوزاين تربيع، بتكتب كوزاين صفر لكل تربيع. تعالى نحسب بقى ديت هتطلع في الآلة الحاسبة بكام. يبقى ادي يا سيدي 1 فوق وتحت نكتب كده. يلا يا آلة ماشي، نفتح قوس كده، هاجي قوس ونكتب كوزاين ونكتب صفر، نقفل القوس وبعدين نقفل قوس الكوزاين ونسكور تربيع هيطلع لي 1. يبقى الإجابة تساوي 1. ماشي كده. دي واي ايه برايم. ولنا ايه لقاء ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.